المملكة العربية السعودية. انت متخيل ان بلد ما فيهاش انهار ومعدل الامطار فيها يكاد يكون صفر، تقدر تزرع مساحات اضخم من مدن كاملة؟ بلد كلها صحراء، فجأة تبص على الخريطة تلاقي دوائر خضراء ضخمة باينة من الفضاء. ازاي؟ وليه؟ والمفاجأة الأكبر إن الزرع ده بيختفي دلوقتي، والمساحات اللي كانت خضراء بقت صحراء تاني. في قصة ورا المشهد ده، قصة فيها أرقام مرعبة، طموح ملوش حدود، وخطة اتغيرت بالكامل لما الحقيقة طلعت مرة. القصة دي بتبدأ من فوق، من جوجل إيرث، وتنزل لحد أعماق الأرض، حيث المايه القديمة اللي عمرها آلاف السنين. كل ده حصل في أقل من 40 سنة بس، ما بين صعود وهبوط، زراعة وتراجع، اكتفاء ذاتي واستيراد. في الفيديو ده هتفهم ازاي السعودية زرعت الصحراء، وازاي الزراعة دي بتختفي قدام عينينا، وليه بعض الناس بيقولوا ان اللي حصل كان اعظم تجربة زراعية، وفي اللي بيقولوا العكس تماما. مستعد؟ تعال نبدأ القصة، تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة، لأن كل قصة ليها حكاية. انت كمان ليك مكان. لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل الحكايات الجاية. فيما يخص حماية البيئة، سبق أن أعلنا عن مستهدف زراعة 10 مليار شجرة في أنحاء المملكة، والذي يمثل 1% من المستهدف العالمي لاستزراع الأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مساحة المملكة، إيمانا منا بأن مواجهة التغيير المناخي لا يقتصر فقط على تخفيض الانبعاثات، بل أيضا على حماية وتعزيز البيئة. لما حد يشوف صور الأقمار الصناعية للمناطق الصحراوية في السعودية، أول حاجة بتخطف العين هي الدوائر الخضراء العملاقة المنتشرة وسط الأراضي الرملية. من بعيد ممكن تفتكرها قواعد عسكرية أو تشكيلات غريبة من صنع الطبيعة، لكن لما تقرب تكتشف إنها مزارع. والله مزارع ضخمة على شكل دوائر مرسومة بدقة كأن حد ورسمها على الأرض. الدهشة مش بس في شكلها، لكن من وجودها في قلب الصحراء اللي معروف عنها إنها ناشفة وما فيهاش أمطار. والأسئلة اللي بتبدأ تتزاحم: مين زرع الصحراء؟ وجاب المية منين؟ وإزاي الزرع ده بيعيش؟ والغريب إنك لما تتابع الصور دي على مدار سنين هتلاقي إن بعض الدوائر دي بدأت تتحول للون البني، وده معناه إن الزرع مات. يبقى إيه اللي حصل؟ هل الموضوع ده كان تجربة وانتهت؟ ولا في سر ورا القصة دي؟ اللي بيخلي الموضوع أغرب هو إنك تكتشف إن ورا الدوائر دي في تكنولوجيا حديثة اسمها الزراعة المحورية، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. الزراعة المحورية هي نظام حديث بيستخدم في المناطق اللي فيها نقص مية، وفكرته ببساطة إنك بتركب رشاش ضخم في نص الحقل، والرشاش ده بيلف حوالين نفسه في دوائر علشان يروي الزرع بشكل متساوي. ومن هنا بيجي شكل الدايرة اللي بنشوفها من فوق. التقنية دي مش جديدة على العالم، لكنها بقت مشهورة جدا في مناطق معينة زي السعودية وأمريكا. الفرق إن في السعودية بيستخدموها في ظروف قاسية جدا، حرارة عالية، تربة مش خصبة، ومفيش مطر تقريبا. الرشاشات دي بتشتغل على ضغط عالي، وفي بعض الأحيان بيوصل طول زراع الرش لأكتر من نص كيلومتر. يعني كل دايرة من اللي بنشوفها ممكن تكون مساحتها مئات الأفدنة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه: المية دي بيجيبوها منين؟ هنا بدأنا ندخل في الجد. المية اللي بتتضخ دي مش مية سطحية ومش من نهر، لأن السعودية ما فيهاش أنهار. دي مية جوفية قديمة جدا وموجودة في باطن الأرض من آلاف السنين. بيحفروا آبار عميقة بتوصل لعمق أكتر من كيلو أحيانا، وبيضخوا كميات ضخمة من المية علشان يشغلوا نظام الري المحوري. ودي كانت البداية. من أكتر المناطق اللي لفتت انتباه الناس بسبب الزراعة المحورية هي منطقة الجوف. الجوف مكان بعيد في شمال السعودية،
لكن فجأة بقت مشهورة على جوجل إيرث بسبب الدوائر الزراعية العملاقة اللي ظهرت فيها. مساحة الزراعة في الجوف بتوصل لحوالي 9000 كيلومتر مربع، وده رقم ضخم جدا. للتوضيح، المساحة دي تعادل تقريبا 6 أضعاف مساحة مدينة جدة. يعني وانت ماشي وسط الأراضي الزراعية دي تحس إنك بتعدي على كذا مدينة جنب بعض، مش مجرد مزرعة. والمشهد من فوق فعلا يديك إحساس إن الأرض كلها اتحولت للون الأخضر في وسط بحر من الرمال. السر في نجاح المنطقة دي هو توفر المياه الجوفية فيها من زمان والتوسع الكبير اللي حصل في فترة قصيرة. المزارع هناك مش بس لزراعة القمح، لكن كمان في زراعة أعلاف وخضروات وفواكه، وده بيخلي المكان فعلا واحد من أكبر المراكز الزراعية في السعودية. بس لما نرجع نبص دلوقتي هنلاقي إن في جزء كبير من المساحات دي بدأ يتحول للبني. يعني إيه؟ يعني الزراعة وقفت، أو على الأقل اتقلصت. وده بيرجعنا للسؤال الكبير: هل المشروع ده فشل ولا في سبب أعمق للي حصل؟ الجوف كانت نموذج لفكرة دولة في الثمانينات لما قرروا يحققوا اكتفاء ذاتي في الغذاء مهما كانت التكلفة، وكانوا بيشجعوا الزراعة بأي تمن، حتى لو التمن هو نضوب المياه الجوفية. وده بيقودنا لفترة بداية التوسع الكبير في الزراعة. السعودية بتزرع القمح. اللي حصل في الثمانينات كان فعلا نقلة كبيرة في تاريخ الزراعة في السعودية. الحكومة أطلقت برنامج اسمه تقدير الصحراء، وكان الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وخصوصا القمح. السعودية في الوقت ده كانت خايفة من تقلبات أسعار الغذاء العالمية ومن الاعتماد على الاستيراد، خصوصا مع تقلبات أسعار النفط، فقررت تاخد الموضوع في إيديها وتبدأ تنتج الأكل بنفسها. صرفت مليارات الريالات على دعم المزارعين ودعمت أسعار القمح وخفضت تكلفة الكهرباء والمية للمزارع، ووفرت كل حاجة ممكنة علشان المشروع ينجح. السعودية ما كانتش بتفكر في الربح، كانت بتفكر في الأمان، في الأمن الغذائي، وفي إنها ما تكونش تحت رحمة الأسواق العالمية. وفعلا مع بداية التسعينات السعودية بقت من أكبر مصدري القمح في العالم. ده إنجاز ضخم، خصوصا إنه حصل في بلد صحراوي، لكن كل حاجة ليها تمن. الزراعة الكثيفة دي اعتمدت بالكامل على المياه الجوفية اللي بدأت تنضب بسرعة مرعبة. الدراسات بتقول إنهم استخدموا حوالي 80% من المخزون، والمطر شبه معدوم، فالمية اللي بتتسحب مش بتتعوض. وده خلى الحكومة تبدأ تراجع حساباتها. وكالة ناسا أعلنت في تقاريرها إن السعودية على رأس الدول اللي بتستنزف المياه الجوفية بشكل غير مستدام. يعني ببساطة المعدلات اللي بيتم بيها سحب المية أعلى بكتير من معدلات تجددها، والنتيجة إن المخزون بينتهي. جوجل إيرث بيكشف الحقيقة دي بصور متتابعة بتوضح التراجع في المساحات المزروعة. دوائر خضراء بتتحول لبني وبعدها بترجع صحراء تاني. بعض المزارع اختفت تماماً وبعضها بيشتغل بنص طاقته. الحكومة فهمت من بدري إن الاستمرار في زراعة القمح مش هيكون حل طويل المدى. القمح واحد من أكتر المحاصيل استهلاكاً للمية، واستمراره معناه استنزاف كامل للمياه الجوفية. فكان لازم قرار جريء، وقف تدريجي لزراعة القمح. القرار ما كانش سهل لكن كان ضروري، وهنا بدأت مرحلة جديدة في التخطيط. السعودية خدت قرار جريء في أوائل التسعينات بالتخلي التدريجي عن زراعة القمح. القرار ده ما جاش من فراغ، لكن كان نتيجة دراسات ومراقبة دقيقة لحالة المياه الجوفية في المملكة. الحكومة أدركت إن الاستمرار في زراعة القمح هيؤدي لانهيار كامل في الموارد المائية، وده معناه أزمة مستقبلية ممكن تكون أخطر بكتير من مجرد استيراد شوية قمح. بدأت الدولة تقلل الدعم وسحبت تدريجياً المزايا اللي كانت بتقدمها للمزارعين، وفي خلال كام سنة الإنتاج انخفض بشكل واضح. لكن التراجع ده ما كانش انسحاب من فكرة الأمن الغذائي، بل كان تمهيد لتحول استراتيجي جديد. بدل ما يزرعوا في صحرائهم ويستهلكوا المياه النادرة، قرروا يزرعوا في دول تانية عندها مياه وتربة خصبة ويجيبوا الإنتاج جاهز. الفكرة دي ما كانتش جديدة في العالم، لكن السعودية طورتها بشكل كبير وبدأت تطبقها بذكاء. في سنة 2007 ومع القفزة الكبيرة في أسعار الغذاء عالمياً، السعودية أعادت رسم استراتيجيتها الزراعية بالكامل. أطلقت مبادرة ضخمة اسمها الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. الهدف تشجيع الشركات والمستثمرين السعوديين على شراء واستئجار أراضي زراعية في دول تانية، خصوصاً الدول اللي عندها وفرة في المياه والأراضي الخصبة. بدأوا يزرعوا هناك ويجيبوا المحصول للمملكة. دول زي السودان وإثيوبيا وأوكرانيا وباكستان وغيرها. السعودية عملت عقود طويلة الأجل مع حكومات الدول دي واستثمرت مليارات في البنية التحتية الزراعية بره حدودها. النموذج ده بيحقق المعادلة الصعبة: تأمين الغذاء من غير استنزاف الموارد المحلية.
لكن رغم كده في ناس انتقدت النموذج ده وقالوا إنه بيعتمد على دول ممكن تكون غير مستقرة وإنه بيخلق نوع من الاعتماد الجديد. بس الحكومة شافت إنه أفضل من تكرار تجربة نضوب المية. في مواجهة التحديات المائية السعودية بدأت تفكر خارج الصندوق. النهاردة المملكة بتعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر، لكن مش بس للشرب، لأ، كمان لري الأراضي. في مشاريع ضخمة بتحصل تحت الأرض بيتم فيها ضخ مياه محلاة لمسافات طويلة علشان توصل لأماكن زراعية داخل المملكة، وده بيخلق ما يشبه أنهار صناعية ماشية تحت الأرض. التكنولوجيا دي مكلفة جدا، لكن بتقدم حل حقيقي لأزمة المية. كمان السعودية بدأت تستخدم تقنيات حديثة في الزراعة زي الري بالتنقيط والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة التربة والمحصيل. يعني من الآخر المملكة ما سابتش نفسها فريسة للجفاف، لكن بتدور على حلول مستدامة. السؤال دلوقتي، هل ده كفاية؟ وهل ممكن نوصل ليوم تاني تقدر فيه السعودية تحقق اكتفاء ذاتي؟ ولا هي دايما هتعتمد على الخارج؟ لما نبص على تجربة السعودية في الزراعة الصحراوية ممكن ناس تقول إنها فشلت، خصوصا بعد ما وقفوا زراعة القمح، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. التجربة دي كانت خطوة جريئة ومليانة دروس. أولها إن الأمن الغذائي مهم، لكن لازم يتوازن مع الموارد الطبيعية. وثانيها إن التكنولوجيا ممكن تغير الواقع، لكن ليها حدود. وثالثها إن التخطيط لازم يكون مرن ويقدر يتطور حسب الظروف. السعودية ما فشلتش، لكن اتعلمت وقدرت تاخد خطوة أذكى، إنها تستثمر بره وتخطط لمستقبل أكتر استدامة. المشهد من فوق اتحول، الدوائر الخضراء قلت، بس الرؤية بقت أوضح. الأمن الغذائي مش بس زراعة، ده تفكير شامل وإدارة موارد وتحالفات دولية. التجربة دي تستحق الدراسة، مش كقصة نجاح أو فشل، لكن كنموذج لتحول دولة بالكامل في طريقة تفكيرها. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، إحنا في بلدنا بنتعلم من تجارب غيرنا؟ بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة الحكاية كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. فيما يخص حماية البيئة، سبق أن أعلنا عن مستهدف زراعة 10 مليار شجرة في أنحاء المملكة، والذي يمثل 1% من المستهدف العالمي لاستزراع الأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مساحة المملكة، إيمانا منا بأن مواجهة التغيير المناخي لا يقتصر فقط على تخفيض الانبعاثات، بل أيضا على حماية وتعزيز البيئة.